السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض البوتفور الناعم، البوتفور الفاخر. الفرق بين البوتفور الفاخر والبوتفور اللي اي كلام حاجات بسيطة خالص كده. فتعالوا النهارده نشوف النهارده هنعمل ايه، وهنطلع ازاي الكواليتي او نطلع ازاي المنتج بمنتهى الجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هنعمل النهارده البوتفور، وازاي يكون البوتفورة معايا ناعمة وتكون مقاديرها مظبوطة وسكرها مظبوطة وكل حاجة تمام. صلى على رسول الله وتعالوا ندخل للفيديو. هتعمليه في البيت بنص كيلو من الدقيق هيطلع لك كيلو من البوتفور بعد التزيين، فهيعمل لك كميه حلوه جدا. صلى على رسول الله. تعالوا نشوف النهارده عملنا ايه. انا معايا 350 جرام من الزبده، معايا 175 جرام من السكر، معايا بيضتين فانيليا، نص كيلو من الدقيق، وذره ملح. البوتفور ما بياخدش بيكنج باودر خالص، اللي يقولك بوتفور بيكنج باودر يبقى بيضحك عليك. لا، البوتفور اللي كمان الزبده بتاعته بتكون طالعه من التلاجة غير البسكوت خالص، ان هي لازم تكون من درجه حراره الغرفه. المفضل للبوتفور ان الزبده تكون طالعه من التلاجة، بس تكون لينه ساقعه بس لينه. اصلا رغم الجو الايام دي ساقعه، فاحنا خليها في التلاجة قبلها بنص ساعه تكفي قوي قوي قوي. صلى على رسول الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنضرب الزبده كويس جدا جدا لغايه ما لونها تفتح. وتعالى هقول لك على خطوات لو عملتيها الزبده ولا هتخرز معاكي ولا هتفصل معاكي ولا اي حاجه خالص. لازم في الاول وانت بتضربي الزبده توصليها لمرحله ان هي تبقى كريمي. لو انت وصلت للمرحله دي حطي في بطنك بطيخه صيفي، ما فيش اي حاجه هتفصل منك ولا هيجرى اي حاجه معاكي. وثانيا اي مكونات تضيفيها على الزبده يا ريت ما تكونش ساقعه خالص، يعني زي البيض اللي احنا هنضيفه النهارده هو المكون اصلا اللي موجود في البوتفور هو البيض. فيا ريت ما تضيفيش البيض وهو ساقع، لانك لو ضفت البيض وهو ساقع غصب عنك مليون في المية الزبدة هتفصل. تمام. فخلوا بالكم من الحاجات البسيطة كده. خليت الزبدة الاول تفكي معايا كده وتبقى كريمي ولونها يفتح شوية، ونزلت ب 175 جرام من السكر. اولا الحاجات النواعم دي بالذات البوتفورات والحاجات دي محتاجة الادق، يعني حاجة دقيقة جدا، يعني محتاجة ميزان. فيا ريت توزني الحاجات دي عند اي حد او زناها بالميزان بتاعك. الميزان اصلا ما عادش غالي يا بنات، الميزان ب 100 جنيه او حاجة زي كده، وال 100 جنيه ما عادش لها كرامة. ممكن يغلى عن كده ما اعرفش، بس هي ما عادش لها لازمه اصلا. 100 جنيه ما عادش تجيب اي حاجه في اي حاجه. المهم كده ننزل ببيضه بيضه. اول ما البيضه تختفي انزل بالبيضه اللي بعدها، وبعد كده انزل بس بشويه صغيرين غطا كده من الفانيليا. وبعد كده هنعمل ايه؟ خطوات البوتفور انتهت. يعني ايه هو البوتفور ده؟ يعني في بتبقى ناس متعقده منه كتير، بس هي خطواته حلوه جدا ولذيذه قوي. تعالى هقول لك على حاجه، عشان ايه الناس اللي بتقول لك ايه زودي صفار وقليلي صفار. لو انت محتاجه البوتفوريه بتاعتك ناعمه قوي حطي بيضه كامله وصفار بيضه بس. اللي بيزيد في البوتفور عشان يديك النعوميه هو الصفار، لكن لو انت بتعملي بسكوت اللي بيزيد فيه هو البياض، يعني ده بيبقى عكس ده. تمام. لو احنا يعني بنعمل بسكوت بالزبده، الحاجه اللي بتزيد في البسكوت اللي هي البياض، لكن الحاجه اللي بتزيد في قلب البوتفور الصفار. انا الحاله بحب ازود هنا ولا بحب ازود هنا، بحب ايه كده استخدم البيضه كامله، وده احسن حاجه انا بستخدمها. يعني وصلت لها انك تستخدمي البيضه كامله احسن حاجه. وترويق دماغي يا بنات يعني. حطينا ذره من الملح على الدقيق، وهننزل بقى بنص كيلو من الدقيق نلم بيه كل المكونات ده كده لغايه ما هيتكون معايا بقى العجينه سهله كده تطلع من الام. لو احنا عايزين نعمل البوتفور ده بالمكنه نفضل بنزود بعد نص كيلو من الدقيق لغايه ما العجينه تتماسك معايا. لو احنا بنشتغل بالمكنه، لو احنا هنشتغل بالقمع زي كده هو نص كيلو الدقيق على المقدار ده هيكون مظبوط جدا، ونفس المقدار زي ما انتم شايفين كده. لو انتوا عايزين بوتفور اقتصادي بالسمنه تمام، ممكن نقدر نعمل بوتفور بالسمنه يا جماعه بمنتهى السهوله، بس مقداره تختلف عن كده. لو انتوا عايزين اعملها لكم اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم كوبايتين من الدقيق، ونعمل عليها كوبايه من السمنه، وهنعمل عليها نص كوبايه من السكر، وهنعمل عليها بيضتين، وهتبقى احلى بوتفور وهتبقى حلو جدا. فانتوا لو عايزين نعمله عملي قدامكم هعمله معاكم، فاكتبوا لي في التعليقات. تمام. بس اهم حاجه بقى ايه؟ نشترك في القناه ونضغط لايك للفيديو، لان بجد كسلانه جدا جدا جدا، لان نواعم العيد كسفتني جامد جدا ان انا انزل نواعم العيد ومش لاقيه مشاهدات عليها ولا لاقيه لايكات عليها. فزعلانه قوي قوي الحقيقه، وبقول تعبي راح على الفاضي ان اعمل كل النواعم ديت عشان بس اللايك بتاعكم الجميل والكومنت الحلو ما بلاقيش. تعبت. حتى الفيديو ده موجود من زمان مش عايزه منتجه، مش جاي نفسي منتجه، مش جاي نفسي اعمل اي حاجه. المهم صلوا على النبي كده وشجعوني كده في التعليقات عشان ارجع كده بروح كده قويه، لاني كسلانه جدا جدا جدا. وهبطانه الحقيقه، مش لاقيه مشاهدات، مش لاقيه اي تقدير.
طبيعًا بقى ما فيش تقدير هاهبط منكم. المهم كده تعالوا نصلّي على رسول الله ونشوف هنعمل إيه. باشكِّل البوتيفور بالقمع بتاع البلح الشامي اللي هي سنونه كده صغيّرة كده، هو القمع ده اللي هي سنونه متساوية، وباعمل بيه شكل الوردة اللي أنتم شايفينها قدّامكم ده، وحتى الشكل التاني ده عاملاه بنفس القمع بس أنتِ بتعمليه على شكل البسكوتة الزغنطوطة كده. هُم دول الشكلين اللي أنا عملتهم معاكم النهارده، وده أحلى شكلين أنا باحبهم في قلب الإيه، البوتيفور، الشكل ده والشكل اللي قبله، شايفين شكلها حلو إزاي؟ سيبي مسافة كده صغيرة كده بين البوتيفورية والتانية مش كبيرة أوي، البوتيفور هيفرش بس مش هيفرش أوي ما والرسمة بتاعته ما هتروحش وهيبقى زي الفل، لأن المقادير بتاعتنا مضبوطة. الشوية الباقيين حطيت عليهم معلقة من الكاكاو وما زودتش أي حاجة، عايزة تزودي مع المعلقة من الكاكاو دول شوية من الزبدة تمام، بس أنا الحقيقة ما زودتش أي حاجة، ممكن نزود مكعب صغير من الزبدة مع المعلقة دي ونقلبها، لكن أنا الحقيقة ما زودتش وطالعة البوتيفورة دي شكل دي وما بيبانش أصلا يا جماعة، ما بيبانش إن دي تختلف عن دي في أي حاجة. هنكمل بقى الصينية كده، عملت الأكتر اللي هو البوتيفور اللي بالفانيليا ده، وعملت شوية كده بالشوكولاتة، قلنا نفرح العيال. تعالى بقى نزينهم واقولك على خطوات تعمليها علشان البوتيفور بتاعك يطلع فاخر كده من الآخر، يعني لا يطلع بايدك مبسطمة كده وايدك مبسطمة كده شكل البوتيفورية وحشة. عملت البوتيفورية بشكل وحشة، شايفين النجمة شكلها حلو ازاي، وهتطلع زي ما تدخل الفرن كده هتطلع كده. البوتيفور بتسوي على درجة حرارة 170، ازاي البسكوت ما تكتريش عليه درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة اقل شوية من البسكوت صغيرين، على انه حاجة رقيقة جدا وحاجة ايه خفيفة قوي، واحنا عايزينه ياخد لون من تحت ومن فوق شكل بعضه زي ما انتم شايفينه مطلعينه كده. فسويه على درجة حرارة 170، بحب اسويه كده على هادي علشان ياخد كده سوا من ايه، من جوه ومن تحت ومن فوق ونفس اللون كده مع بعض. زي ما انتم شايفين البوتفور ما شاء الله ناعم وحلو قوي قوي قوي، وسكره مضبوط وجميل جدا. انا حضرت بقى شويه من الفورماسيلا بتاعتنا الجميله، شويه من جوز الهند، شويه مكسرات، الحاجات اللي احنا بنزين بيها دي، ومعايا بقى الشوكولاته سيحتها على حمام ميه، وحطيت عليها مع كل ايه نوع من الشوكولاته حطيت عليه معلقه من الزيت عشان تبقى الشوكولاته بتاعتنا سلسه كده وما تقطمش تمام. وبعد كده هقفل بالشوكولاته، بتقدري تقفلي بنوتيلا، تقدري تقفلي بمربى، تقدري تقفلي بالشوكولاته اللي انت عايزاه. الحقيقه الطريقه اللي ديت انا بفضلها ليه بقى، عشان ايدي بس ما تتعك الشوكولاته وارجع كده ايه احط ايدي على اي بوتفوره تانية في ايدي صباعي يبصم، فانا بحب الاول اقفل كله وبعد كده بقى ابدا اني ايه اني او احط كده البوتفوره كده حته منها صغيره في قلب الشوكولاته، فبعد كده ايدي بقى ايه تفضل على البوتفور نضيف كده. شايفين انا قفلت كله الاول وبعد كده كده بغمسها كده حته صغيره كده، وفي بوتفور كده بسقط وشه كله بيكون شكله حلو. انا بحب شكل البوتفور اللي انا ايه الورده كلها بسقط ناحيه كامله منها واسيب الناحيه التانية ساده، فاهميني؟ هتشوفوه الوقت كده في اخر الفيديو انا عملته ازاي. بتعملي بقى كده بالشوكولاته البيضه بالشوكولاته البني زي ما انتوا بقى تحبي تعملي، بس ايه ما تنساش اللايك لو وصلتي من هنا، لو وصلتي من هنا الفيديو ما تنساش اللايك وقولي ام كريم بوتفور. ابني هنا بيحب بس ايه يدعي الظرافه بتاعته حب يدوق، احنا كنا بعد الفطار فبنحب ندوق. المهم كده كل شويه كانت الشوكولاته البيضاء تقفش مني، الشوكولاته السمراء ما قفشتش مني ولا مره، اما البيضاء الحقيقه بتقفش بسرعه. برضو على البيضه حطيت سيحتها على حمام ميه وحطيت معلقه من الزيت او معلقتين من الزيت على قد كميه ايه الشوكولاته اللي معاكي تمام. هعمل كده زي ما انتم شايفين كل الكميه وهرجع لكم نشوف عملنا ايه. اللي هناك ده بندق وده جوز هند وفرماسيلا بيضه وفرماسيلا ملونه، المهم كده احنا شهيصنا باي حاجه موجوده عندنا. وفي زي ما انتم شايفين كده حطيت عليه شوكولاته كده بس كده غامقه او شوكولاته بيضه ومشينا عليه رايح جاي، وده الشكل ده انا بحبه قوي قوي قوي، وبيبين شكل البوتفور كده حلو. شايفين الشكل عامل ازاي بقى في الاخر؟ والله يا ولاد انا انفع يا ولاد ولا ما ينفعش؟ ايه يا ولاد الجمال والحلاوه ده؟ والله بجد انفع. ايه يا ولاد يعني العلبه دي شايفين انا بقول لكم انا بحب الشكل ده اللي هو كده وشه كله معمول بالشوكولاته ورايح جاي بس عليه. وشايفين بقى هنا اللي بالبندق اللي بالفورماسيلا اللي بالبتاع، المهم كده في تناسق الالوان والدنيا هاديه والدنيا ايه مش عامله قوي، ما حبيتش ان كله يبقى في بالفورماسيلا، لا حبيت ان تكون حاجه كده بسيطه بس كده ان احنا نوري الاولاد بس ايه حاجات كده بسيطه، والباقي كله يبقى بالشوكولاته ساده كده فاهميني، عشان يبقى الشكل حلو وجميل. صباعي بقى الحته اللي مش عليها شوكولاته صباعي ما بصمش عليها بنقطه شوكولاته، يعني تقيل توضح لك شكل البوتفورايه كده وشكلها يبقى ايه يبقى شيك زي كده اللي انا بقول لك عليه. شايفين اهو ده يا ولاد اللي انا قلت عليه ولا ما قلتش عليه؟ في بقى واحد يبقى عامل بوتفور تبقى اصبعه مبصمه وشكل البوتفور ملطخ من كل حته، ده يبقى شكله مش حلو، لكن شكل البوتفور هادي وجميل ازاي يا ولاد يا ولاد كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير.
قولوا لي بقى نعمل ايه، نعمل لسه وصفات، نكمل وصفات نواعم يعني، اعمل لكم بوتفور اللي بالسمنه، ولا خلاص بقى كده كفايه ونبدا بقى في تنظيفات العيد ولبس العيد، واوريكم اللبس اللي انا جبته للاولاد. حال حد الان لسه ما جبتش ليا لبس العيد، مش عارفه ان انا اللي منسيه، بس جبت بقى لجوزي وللعيال والكل بقى جاب لبس العيد. ربنا يفرحكم يا رب ويسعد ايامكم. لو انتوا عايزين نوريكم لبس العيد بتاعنا والاسعار وكده قولوا لي، وانا هوريكم لبس العيد ونفرح بقى مع بعض كده ونعمل ايه، فيديو حلو كده. شايفين البوتفوريه العسل ده؟ انا بقول لكم انا بحب النوع ده، جميل جميل جميل. قولوا ايه رايكم في البوتفور بتاعي، وايه رايكم في تزيينه، وايه رايكم في الفينش بتاعه، وايه رايكم تدوه من كام من 10. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومتنسوش تضغطوا لايك للفيديو، كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.